تعالوا كده نتكلم عن شوية أرقام بالنسبة لمارسيل كولر، وهناخد محمد شريف كده في حتة صغيرة. مارسيل كولر من ساعة ما جه الأهلي وخسر 4 ماتشات بس، واحد في مودرمان بتاع الهلال، والتاني في صن داونز بتاع 5-2، والتالت بتاع فلامينجو، والرابع بتاع ريال مدريد. هم دول ال4 ماتشات الوحيدين اللي خسرهم. مارسيل كولر الأهلي جاب معاه 102 هدف في 48 ماتش، يعني معدل هدفين في كل ماتش، وده معدل أصلا كبير جدا. أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم في الدوري. ده اصلا ارقام ما كناش بنشوفها من فتره اصلا طويله، اخرها مع فايلر. ده بالنسبه للمحل. طيب محمد شريف هو بقى هداف القمه بالتساوي مع ابو تريكه في 7 اهداف. يعني محمد شريف فاضل له جون وهو هداف القمه في العموم. هداف ديربي القاهره محمد شريف هو هداف الاهلي برصيد 10 تجوان في الدوري الموسم ده، اللي جماهير الاهلي عايزه تمشيه. وان